بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قناة حاتم جيت وطليت عليكم بهذا الفيديو اللي جبت لكم فيه بسبوسة واش راح نقول لكم هايلة بزاف بأي نوع تاع الفاكهة عندكم، سواء كان عندكم خوخ ولا تفاح. وقبل ما نبداو في الفيديو تاعنا نقولوا لكل مشتركين سواء القدام سواء جدد، نقول لهم مرحبا بكم في القناة، شرفتوا القناة، بيكم تحلى القناة وبيكم تكبر القناة. وش نقول لكم بيكم نشارككم افكاري ونمد لكم وصفاتي، وبالدعم تاعكم الصغير ابوني وتشاركوا في القناه. نقدر نزيد نمد لكم افكار جديده، وصفات جديده. وكما درك كما على بالكم قريب الدخول المدرسي جبت لكم هذه الفكره الرائعه. اول حاجه بسم الله جبت لهنا 3 حبات خوخ نقصوهم شرائح تكون رقيقه، والله تفاح كيف يا البنات. المهم تقصوهم شرائح رقيقه. نبداو فرك في الشربات تاعنا. درت كاس ونص سكر، درت 3 كيسان ماء، قرصه تاع الملح ديتو حطيته يطيب مده 10 دقائق. وليت لهنا عند البسبوسه تاعي درت 3 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، ودرت لهم لهنا نص كاس تاع السكر، ودرت قرصة تاع الملح. لهنا درت كاس بين الكريمة وبين الحليب، اللي ما عندهاش الكريمة دير غير الحليب. درت نص كاس تاع الزيت، درت 2 كيسان تاع دقيق عادي يا البنات، الدقيق اللي نديرو به الكسرة عادي. كيما تشوفوا 2 كيسان. وجبت لهنا خميرة الحلوى، درت باكي ونص تاع خميرة الحلويات. خلطت المكونات تاعي هكا، وكنت وجدت من هي المول تاعي كل وحده والمول تاعها اللي حبت تدير فيه. انا لهنا جبت مول مربع، اللي عندها مول دائري ديروا، اللي عندها مول اي نوع تاع المول المهم اللي عندك. لهنا جبت المول تاعي هذا دهنته لهنايا بالزبده، ودرت له شويه تاع الدقيق اللي درت به بعد البسبوسه. لحت لهنا المكونات تاعي تاع البسبوسه حطيتهم هكا، ومن بعد وليت جبت لهنايا الشرائح تاعي لهنا تاع الخوخ، حطيتهم ستفتهم بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا لهنا. ستفتهم هكا خطوط، بما انه مول مربع درتهم هكا. قادر ديروا لهنا على شكل دائره اللي عندها دائره. المهم التزيين يرجع لكل وحده فيكم. المهم انا حطيتهم هكا ستفتهم، ومن بعد كنت مشعله الفرن على درجه حراره 180 درجه. ديتو طاب من تحت ومن بعد من الفوق. بعد ما طاب لي جبدته، وكانت شربت تاعي حطيتها واجده بارده، سقيت بها لهنا البسبوسه تاعي بالطريقه هذه. ومن بعد خليوها حتى تبرد وقدموها. يعني سهله، ما تديش منكم وقت، والله ما داتش مني حتى نص ساعه. المهم واش راح نقول لكم، ان شاء الله تعجبكم. تشوفوا كيف نقصها معاكم، كيف جات معسله، جات مشربه، جات هايله بزاف. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. وكما قلت لكم ما تنساوش تابونيو وتشتركوا في القناه، وهذا كله فضل وليس امر. وتعجب لكم وديروها للوليدات، وكل التوفيق للوليدات تاعنا. وسلام.